نيجي برضو عندنا من ضمن المشكلات اللي موجودة برضو في البلد، مشكلة انت اتجوزت على مراتك وسبتها وهي على ذمتك لسه، ولكن سبتها في أوضة لا تصلح للسكنة، ومخلف منها 3 4 عيال ولا 5 6، وسبتهم خرجوا من المدارس وراحوا اشتغلوا في المصانع علشان يقدروا يعيشوا، وسايبها بلا سقف. في الشتاء المية بتغرقها هي وعيالها، في الصيف كل الحشرات الزاحفة والطائرة بيعتبروها هي وعيالها فريسة، إذا كان تعابين، إذا كان فئران، إذا كان طيور جارحة، إذا كان كلاب، أعزكم الله. فأنت خلاص يا عم أنت اتجوزت، ولكن أنت سايبها على ذمتك، فهي مسؤولة منك. المكان اللي قاعدة فيه غير آدمي، وكلامه موجه لسيادتك وأكيد أنت سامعني. المكان ده غير آدمي، فاهتم بمراتك شوية، دي الزوجة الأولى أم عيالك، فاهتم بها. ما ينفعش تبقى بالطريقة ديت وبالمنظر ده. بكفاية إن عيالك خرجوا كلهم من التعليم علشان يصرفهم على نفسهم ويصرفوا على أمهم، وأنت سايبهم كده. ما ينفعش بأي حال من الأحوال نبقى بالطريقة دي. الرجولة مش كده خالص. أعتقد رسالتي وصلت.